عمرك حسيت إنك أول ما بدأت تصلي بانتظام المشاكل زادت؟ أول ما بدأت تدي لنفسك عهد إنك تبقى قريب من ربنا اتقفلت أبواب وخسرت حاجات واتفتحت أبواب ابتلاء وسألت نفسك ليه كل ما بقرب بتحصل لي مشاكل أكتر؟ هو أنا بعمل الصح ولا ربنا زعلان؟ ربنا قال في أول سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الآية دي مش بس إجابة، دي كشف لطبيعة الطريق. ربنا بيقولك انت فاكر انك هتقول انا مؤمن وخلاص؟ لا، ده لازم تمر على الاختبارات. ليه؟ علشان الإيمان مش كلمة، الإيمان عملية صقل للقلب. زي الحديد، عمره ما يبقى سيف إلا لو دخل النار، عمره ما يبقى قوي إلا لو اتعرض للطرق والضغط. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. يعني كل ما الإنسان يقرب من ربنا البلاء ممكن يزيد، مش لأنه ضعيف، بالعكس، لأنه أقرب وأقوى. وفي حاجة ناس كتير مش واخدة بالها منها، الشيطان ما يشتغلش على البعيد، يشتغل على القريب. ربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنت أول ما بدأت تصلي، أول ما بدأت تتغير، أول ما بدأت تفكر في التوبة، أول ما قلت عايز أبقى قريب من ربنا، الشيطان يعتبرك حالة طارئة، فتلاقي وساوس أكتر، إحباط أكتر، مشاكل في العلاقات، تكاسل مفاجئ، ملل من القرآن، تشتت في الصلاة. ده طبيعي، لأنك رجعت في دايرة اهتمامه. ربنا قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. مش معنى نعلم إن ربنا ما يعرفش، لا، هو عالم، ولكن معناها يظهر علمه للخلق. هو بيختبر علشان يظهر العلم ده على أرض الواقع، وعلشان انت بنفسك تشوف حقيقتك ويهيئك لدرجة أعلى. الابتلاء بيكشفك قدام نفسك وبيجهزك لمرحلة حدودها أكبر من المرحلة اللي قبلها. ربنا ساعات يوقف خطوة عشان يوجهك للصح، يوجعك عشان يفوقك، يضيق عليك عشان ترجع له. زي ما المفسرين قالوا الفتنة تظهر معدن الإنسان. كمان ربنا بيعلمك أهم درس في الحياة، إنك ضعيف قوي من غيره. الابتلاء ساعات بيعري الإنسان من وهم القوة. إحنا ساعات نفتكر إننا نقدر على كل حاجة، لحد ما تحصل صدمة ونكتشف إننا ولا حاجة من غيره. وده مش إذلال، ده رفعة، لأن اللي يعرف ضعفه يعرف ربنا، واللي يعرف ربنا يعرف قوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم. ليه يحبك ويبتليك؟ لأن الابتلاء يكشف الناس الحقيقية اللي حواليك، يعرفك نفسك على حقيقتها، يخلصك من علاقات مؤذية، يجهز لك حياة أنظف وأنقى. أوقات تكون ماشي في طريق غلط ومش واخد بالك، فالمشكلة اللي بتحصل مش عقبة، دي لافتة، ارجع، الطريق ده مش ليك. فلو انت دلوقتي قريب من ربنا وحاسس ان المشاكل بتزيد، ما تخافش، ده مش غضب ولا رفض، ده بالظبط مسار الارتقاء الروحي اللي ربنا وصفه في القرآن والسنة. ده الطريق اللي مشي فيه الأنبياء والصحابة والصالحين، وكل حد ربنا أراد له مكان أعلى. وانت واضح ان ربنا بيحبك، وإلا ما كنتش بتعدي من التمحيص ده. ربنا بيصنع فيك شيء أكبر بكتير من اللي انت قادر تتخيله دلوقتي. وخليك عارف ان الطريق الصح دايما يبدأ بصعوبة، دي سنة كونية. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.